الحكاية بتبدأ سنة 2257 بعد الميلاد في كوكب شبه كوكب الأرض اسمه العالم الجديد. الكوكب ده كله رجالة مفهوش ستات خالص، والغريب في الموضوع إن كل الرجالة دي بتسمع صوت أفكار بعض. يعني مثلا لو حد بيشتم التاني في سره والتاني بيسمعه بكل وضوح. من الآخر يعني كلهم مفضوحين قدام بعض. وسط الرجالة دي في شاب صغير كده بيلفت نظرنا اسمه تود. الشاب ده كل الناس بتحبه خاصة العمدة بتاع المدينة، ما عدا ابن العمدة بيكرهه علشان أبوه بيفضله عليه. تود بيحاول دايما ان هو يخبي افكاره. يعني مثلا لو بيفكر انه يضرب اللي قدامه على قفاه مش بيقول في سره ان هو عاوز يعمل كده علشان اللي قدامه ما يعرفش، انما بيفضل يقول اسمه ورا بعضيه كده، اسم تود اسم تود. ودي الطريقه بتاعت تود اللي بيحاول يخفي بيها افكاره قدام الناس. تود بيروح بعد كده البيت وهناك بيكون باباه وعمه، ومامته للاسف ميته. مامته ميته ليه وايه الحكايه بالظبط هنعرف قدام. بيتغدوا مع بعض وتود بيقول ايه الاكل ده، وكل يوم نفس الاكل. كان مسمي الاكل ده شمندر. ما كانش عاجبه الاكل وكان بيقول حتى الكلب بتاعه مش هيرضى ياكل الاكل ده. طبعا كان بيقول الكلام ده كله في سره، لكن عمه وباباه سامعينه بوضوح. كمان كان بيقول ان هو مش عاوز يشتغل مزارع زيهم، وكان عاوز يشتغل مع العمده ضد كائنات غريبه كده اسمها السباكل. على حسب كلام العمده ان كائنات السباكل دي هي اللي قتلت كل الستات اللي كانت عايشه معاهم. والده وعمه ما كانوش مقتنعين بافكاره، قالوا له سيبك من العمده وتنزل بكره تشتغل معانا في المزرعه. على الجانب التاني كان في مركبه فضائيه جايه من كوكب الارض ونازله للكوكب ده في رحله استكشافيه. الرحله الاستكشافيه دي من كوكب الارض كانت لتاني مره مش لاول مره. على كل حال المركبه دي لما نزلت في الغلاف الجوي بتاع الكوكب ده ما استحملتهوش واتدمرت. والتاني يوم الصبح بنلاقي تود شغال معاهم في المزرعه. اثناء ما هو شغال عمال بيتكلم مع نفسه بيقول انا هموت من الملل، وعم التاني ده مش راحمني وعمال بيزرع شمندر شمندر، ما حد يضربني بالنار يا جماعه ويخلصني. بيروح بعد كده ناحيه الاسطبل بتاعه بيلاقي ان في حد بيسرق حاجات من عندهم، والتود اول ما بيشوفه الشخص ده بيجري. فالتود بيجري وراه هو والكلب بتاعه بيحاول يحصله، لكن الشخص ده بيهرب منه. بس التود بيلاقي الحطام بتاع السفينه الفضائيه، ولما بيتاكد انها سفينه فضائيه بيقرر يبلغ العمده. بيحاول تود اثناء ما هو ماشي وسط الناس في المدينه انه يداري افكاره بخصوص السفينه الفضائيه، لكن علشان هو لسه صغير وما عندوش خبره في التحكم قوي بيتفضح والناس بتسمع افكاره بخصوص السفينه. على كل حال تود بياخد العمده بيوديه لموقع الحطام، بيقول له كمان انه شاف ناجي من السفينه دي لكن ما قدرش يمسكه. بالمناسبه العمده ده الوحيد اللي بيقدر يتحكم في افكاره ومحدش من اللي حواليه بيسمعه، ده غير انه بيقدر يتحكم في كل اللي حواليه عن طريق زرع افكاره في دماغهم. العمده سال تود على شكل الشخص اللي هرب منه. تود قال له ما لحقتش اشوفه، لكن الغريب ان الشخص ده ما كانش ليه افكار. فالعمده على طول ادرك ان دي ست مش راجل، لان الستات لما كانت عايشه معاهم على الكوكب ما كانوش بيسمعوا افكارهم. وتود فرح جدا انها واحده ست، لانه ما شافش ولا ست طول حياته. فضل يدور عليها ولقاها. اول ما شافها فضل يقول كلام غريب في سره، كان عمال بيقول يا الهي انها فتاه، لم ارى فتاه في حياتي، لماذا لم تفكر بصوت عالي مثلنا، انها حقا جميله يا تود، ما هذا الشعر الجميل، اسكت اسكت يا غبي سحقا. طبعا البنت كانت سامعاه وهو بيقول ده كله، فخافت منه وقالت الواد ده شكله مخه تعبان وهربت. لكن العمده قدر انه يتحكم فيها بالافكار بتاعته ومسكها. اخدها بعد كده في المكتب بتاعه وفضل يستجوبها. سالها على المكان اللي جت منه، قالت له انها كانت بتستكشف المكان. سالها اذا كانت في سفينه اكبر مستنياهم في الفضاء، قالت له ايوه، وقالت له سبب مجيتهم انهم فقدوا الاتصال مع الرحله الاستكشافيه الاولى اللي جت في الكوكب ده. سالته بعد كده هو ليه ما فيش ولا واحده ست عايشه معاكم، قال لها ان كلهم ماتوا وان كائنات السباكل هي اللي قتلتهم. سابها بعد كده وخرج يتكلم مع الناس لان صوت افكارهم كان جايب لغايه المكتب عندهم وعامل له صداع. قال لابنه خلي بالك منها وما تتكلمش معاها، لكن ابنه ما سمعش الكلام وفضل يفتش في الحاجات اللي في شنطتها. البنت قالت له خلي بالك من اللي انت بتلعب فيه، قال لها مالكيش دعوه انا عارف بعمل ايه، ولعب في سلاح غريب كده وتسبب في فتحات كبيره جدا في جدران المكتب ده اللي ساعد البنت على الهروب. سمعت بعد كده العمده بيتكلم مع واحد بيقول له انه عاوز يمنعها من الاتصال بالسفينه بتاعتها، كمان عاوز يعمل كمين للناس اللي في السفينه ويقتل كل اللي عليها، والمهمه بتاعتهم دلوقتي انهم يلاقوا البنت دي ويقتلوها قبل ما تتواصل معاهم. اخد الرجاله بعد كده وانطلقوا في رحله البحث عنها، والتود رجع لبيته. ولكن تود لما دخل الاسطبل بتاعه لقى البنت مستخبيه هناك. لما شافها المره دي قرر انه ما يقولش للعمده وكمان يساعدها على الهروب. قال لها خليكي مكانك دلوقتي، وخرج وقفل الاسطبل. ولما خرج لقى واحد من رجاله العمده بيقول لهم انه شاكك ان البنت موجوده عندهم في الاسطبل. فابو تود كان واقف جنب تود وكان سامع افكاره وعرف ان البنت فعلا عندهم في الاسطبل، لكن ابوه كان من الناس اللي بتقدر تتحكم في افكارها. فقال له الراجل ان البنت مش موجوده عندهم وطرده. الراجل كان حاسس انه بيكذب عليه لكن مشي. على كل حال والده اللي اسمه بن بالمناسبه دخل وشاف البنت، قال لها برضه خليكي هنا وما تتحركيش، وطلع وقفل الاسطبل. اتكلم بعد كده مع تود وقال له وديها للعمده، لكن تود رفض وقال له انا عاوزك تساعدني نهربها من هنا. فعمه قال له خلاص لو عاوز تساعدها في مكان هنقول لك عليه تاخدها وتوديها هناك. وبن كان موافق على كلام اخوه. وروا له بعد كده المكان ده على الخريطه واتضح انها مدينه
اسمها فار برانتش، وقالوا له ان البنت لو راحت هناك هتبقى في امان. بعد كده تود خرج وحضر الحصان بتاعه علشان ياخد البنت، ولكن على الجانب التاني البنت جوه الاسطبل لقت موتوسيكل وحاولت تشغله. في نفس الوقت برضه العمده والرجاله بتاعته وصلوا. العمده حاول يسمع افكار بن واخوه علشان يحدد مكان البنت، لكن علشان كانوا محترفين ما قدرش يسمع افكارهم، بس قدر يسمع افكار تود بكل بساطه وعرف انها في الاسطبل. واول ما فتحوا الاسطبل علشان يقبضوا عليها البنت انطلقت بالموتوسيكل من وسطهم، وتود جري وراها بالحصان. وطبعا العمده والرجاله بتاعته كانوا بيطاردوهم. البنت وتود كانوا ماشيين بسرعه كبيره جدا واتفاجئوا بمنحدر ووقعوا هما الاثنين. الموتوسيكل اتدمر والحصان رجليه اتكسرت، فالبنت كملت هروب على رجلها. تود جري وراها وقال لها ان هو عاوز يساعدها ومش هيأذيها، لكن هي طبعا كانت خايفه منه مش واثقه فيه، لانها في الوقت ده كانت بتسمع منه شويه افكار غريبه كده. ما طبعا يعني واحد طول حياته ما شافش بنت، ده انا عن نفسي مش هثق فيه. على كل حال تود قال لها انه هيساعدها توصل لمدينه هتكون فيها في امان، والبنت ما كانش قدامها غير انها تثق فيه لان العمده ورجالته بيطاردوها. فضلوا ماشيين وسط الغابه لغايه ما تود هنج، لكن البنت ولا الهوا. فتود قال لها معلش احنا بس محتاجين نقف شويه علشان نعرف احنا فين. في الوقت ده سمعوا صوت قريب منهم وبيقرب عليهم، اتضح انه الكلب بتاعه اللي اسمه مانشي. على كل حال بعد كده هم ماشيين البنت بتقول له على فكره الافكار بتاعتك دي مجننه امي، انا بسمع منك طول ما احنا ماشيين كلام ما يتقالش يعني. قال لها هعمل لك ايه يعني، حكمه ربنا يا ستي، احنا هنا كلنا مفضوحين زي ما انت شايفه. وقال لها الاغرب بقى ان انا مش سامع لك اي افكار. افرض مثلا انت بتشتميني في سرك دلوقتي او حتى عايزه تقتليني، انا اعرف من فين؟ قالت له ايه الغباء ده وانا هقتلك ليه اذا كنت انت اللي هتوديني للمدينه الامنه. وفي وقت لاحق بعد كده الدنيا بتمطر عليهم. البنت بتقول له انا ما كنتش متوقعه ان المطر ساقع بالشكل ده. قال لها ليه، هو الدنيا مش بتمطر عندكم في الكوكب بتاعكم ولا ايه؟ قالت له لا بتمطر بس انا اتولدت في السفينه مش في الكوكب. وحكت له ان الرحله بين كوكب الارض والكوكب بتاعهم بتاخد 64 سنه، وانها اتولدت في السفينه اثناء الرحله، وان ابوها وامها ماتوا وانها وحيده ودخلت له في هرمونات نص الليل. فتود طبطب عليها بالكلام وتخيل ان هو بيبوسها، لم يكن يعلم انها شايفه التخيل بتاعه ده. شلقت له قالت له انت ايه اللي بتفكر فيه ده يا حقير يا قليل الادب؟ قال لها احي انت شفتيني، وجري بسرعه من قدامها وقعد بعيد عنها. ولما الصبح جه راحت وصحته، واول حاجه قالتها له انا اسمي فيولا. قال لها تشرفنا انا اسمي تود. قالت له عارفه انت مصدعنا باسمك اساسا طول ما احنا ماشيين. كملوا المشوار بتاعهم، واثناء ما هم ماشيين اتفاجئوا بواحد من كائنات السباكل. الكائن ده شاف فيولا، وفيولا اول ما شافته كانت خايفه جدا، والكائن ده كان واقف بيبص لها بس مش بيعمل اي حاجه. في الوقت ده توم جه وهجم عليه وكان على وشك انه يقتله، لكن فيولا صرخت في توم ومنعته انه يقتله، فتوم سابه وما قتلوش. بعد كده قال لها على فكره كان لازم نقتله علشان ما يقتلناش. قالت له مش كل حاجه نحلها بالقتل. قال لها يا ستي على فكره السباكل دول قتلوا كل الستات اللي عندنا، والعمده قال لنا لما نشوف اي سباكل نقتل امه. قالت له هو انت بتصدق كل حاجه بيقولها العمده ولا ايه؟ بيبصوا بعد كده بالصدفه لقوا نفسهم وصلوا للمدينه الامنه. هناك تود اتفاجئ ان في ستات وفي اطفال وجميع انواع الانسان، والعمده بتاعه المدينه دي واحده ست. الست دي لما شافتهم رحبت بيهم، دخلتهم في بيت علشان ياكلوا ويستحموا وينضفوا كده. فيولا قالت لتود انها عاوزه طريقه تبعت بيها رساله للسفينه بتاعتها. تود قال لها ماشي ربنا معاكي. راحت واتكلمت مع العمده بتاعه المدينه وسالتها اذا كان في اي وسيله تقدر تتواصل بيها مع السفينه بتاعتها، لكن العمده قالت لها ان مفيش اي وسائل وانهم كل اللي بيعملوه انهم عايشين في المدينه هنا مع نفسهم وخلاص. بس قالت لها انها ممكن تلاقي وسيله الاتصال بتاعتها في مدينه اسمها هايفن. دي المدينه اللي رست فيها اول سفينه استكشافيه، فقرروا يروحوا المدينه دي. لكن قبل ما يروحوا قالوا يناموا لهم شويه. فتوم بيفتش في الشنطه بتاعته بالصدفه لقى المذكرات بتاعت مامته. اتضح ان بين حطها له قبل ما يمشي وما كانش جاي له نوم، فراح واتكلم شويه مع فيولا اللي كمان مش جاي لها نوم. قال لها ان والده حط له المذكرات دي وانه مش بيعرف يقرا، ففيولا اقترحت عليه انها تقرا له المذكرات. ولما فيولا قرت المذكرات بتاعت مامته ليه، تود عرف ان مش السباكل هم اللي قتلوا الستات اللي عندهم في المدينه، انما اللي قتلهم العمده. والسبب اللي خلاه عمل كده ان الستات بتقدر تسمع افكارهم وهم مش بيقدروا يسمعوا افكارهم. ده اللي وصل العمده وشويه المعتيه اللي شغالين معاه انهم يقتلوا كل الستات. تود في الوقت ده غضب جدا لانه ادرك انه اتخدع في العمده، كمان ادرك ان باباه كان مخبي عنه كل اللي حصل ده طول حياته. في نفس الوقت بيوصل للمدينه دي العمده والرجاله بتاعته، بيحاولوا يتصدوا له في الاول لكن بيقتلوا واحد منهم، فالناس اللي واقفه كلها بتخاف. والعمده كمان بيستخدم مهارته في التحكم في الافكار وبيخلي الرجاله اللي في البلد دي ترمي الاسلحه بتاعتها. تود وفيولا بيدخلوا في مكان وبيقفلوا على نفسهم، ولكن العمده بيفاجئهم انه جايب ابو تود علشان يضغط بيه عليهم. العمده قال له ببساطه كده لو عاوز ابنك يعيش هتدخل لهم وتطلع لي بالبنت. بن دخل لهم، اول ما شاف تود حضنه جامد، وتود قال له انه قرا المذكرات بتاعت مامته. بن اعتذر له انه خبى عنه طول المده دي، وقال له انه كان فاكر باللي بيعمله ده انه كان بيحميه، وقال له انه هيساعده طبعا هو وفيولا انهم يهربوا. بعدها بن خرج للعمده والرجاله بتاعته ومعاه فيولا، والعمده فرح جدا ان بن نفذ الاوامر. ولكن الفرحه لم تكتمل لان بن كان عامل لهم صوره لفيولا بافكاره
افكاره، والصوره دي تلاشت بعد كده من قدامهم. على الجانب التاني تود وفيولا هربوا لغايه ما وصلوا لبحيره، وكان في واحد من رجاله العمده المحنكين شويه بيطاردهم. ركبوا مركب وحاولوا يهربوا وراه، يسيبهم لا، نزل وراهم بالحصان بتاعه. لقوا حاجه كده زي الشلال ونزلوا فيه بالمركب، برضه ما سابهمش، نزل وراهم في الشلال بالحصان بتاعه. فضلوا يتخبطوا والمركب اتقلب، وكانت ليله كبيره، لكن في الاخر قدروا انهم يهربوا. بس للاسف الراجل ده مسك الكلب بتاع تود، وبدم بارد غرق الكلب قدام عينيهم. تود بعد كده كان بيحاول يبان انه متماسك قدام فيولا، لكن من جواه كان بيبكي على الكلب. ده كان واضح من افكاره اللي مش قادر يمنعها. طلعوا بعد كده في برج عالي علشان يقدروا يحددوا مكان السفينه، والمره دي فيولا هي اللي طبطبت عليه بالكلام. فتود استريح شويه من الكلام بتاع فيولا، بعد كده تنح لها، قالت له لا ما تتنحش، انا مش هبوسك. قال لها على فكره انا ما كنتش بفكر في الكلام ده، بطل الكزورات دي. على كل حال حددوا مكان السفينه وراحوا ليها. السفينه كانت متحطمه، لكن فيولا قالت انها ممكن تلاقي جهاز الاتصال سليم. فنزلوا جوه السفينه، وفعلا فيولا عثرت على جهاز الاتصال ولقيته كمان سليم. لما حاولت تتواصل مع السفينه بتاعتها الارسال ما كانش شغال، اتضح ان في مشكله في الانتنه بتاعه الارسال. فيولا قالت لتود على المشكله، شاورت له على الانتنه وقالت له من الصعب يوصلوا ليها، لكن قرر انه يساعدها ويتسلق علشان يوصل للانتنه. في نفس الوقت العمده والرجاله بتاعته برضه وصلوا لمكان السفينه، وقال للرجاله بتاعته يحوطوا السفينه من كل ناحيه. على الجانب التاني تود وصل للانتنه ووصل الكابل بتاعها. وفيولا لما جت تبعت الرساله، الراجل المحنك ده كان وصل لها جوه السفينه، حاول انه يقتل فيولا، لكن فيولا طلعت سلاح من الشنطه بتاعتها وولعت فيه. بعد كده اخيرا بعتت الرساله للسفينه. على الجانب التاني العمده بيبقى واخد بينا اسير، وبينده على تود وبيقول له اخرج من السفينه والا هقتلك ابوك. فتود بيخرج بسرعه، والعمده بيساله على مكان فيولا، بيقول له مش عارف مكانها. فالعمده بيقتل ابوه. تود بيجري على ابوه وبيحضنه. في الوقت ده العمده بيقرب منه وبيقول له لو ما قلتليش على مكان البنت هقتلك انت كمان. لكن تود بيفاجئه وبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه، وبيقول له كمان انه عارف ان هو اللي قتل مامته. فالعمده بيديله روسيه كده بيطيره اخر الدنيا، بيطلع سلاحه بعد كده وبيقدر يسيب تود. تود بيحاول يهرب منه لكن مش بيقدر، وبيوصل لحافه السفينه، والعمده بيجيله وبيكون على وشك انه يقتله. في الوقت ده تود بيستخدم خياله وبيطلع كذا صوره لمامته في نفس الوقت، والصور بتاعت مامته دي بتهجم على العمده، والعمده لما بيشوفهم بيترعب وبيفضل يرجع بظهره خوفا منهم. بتيجي فيولا وسط الخيالات دي وبتزق العمده وبيقع في قاع السفينه. كمان السفينه الام بتاعت فيولا بتوصل في الكوكب، والرجاله بتاعت العمده اول ما بيشوفوا السفينه بيخافوا وبيهربوا. اما بقى عمنا تود فبيغمى عليه من شده الاصابه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في السفينه بتاعت فيولا، وفيولا بتكون جنبه. فتود بيسالها اذا كانت ناويه تقعد عندهم في الكوكب ولا هتمشي. قالت له انها قررت تقعد، وابتسمت له ابتسامه حلوه كده. في الوقت ده الافكار بتاعت تود القذره ابتدت تطلع تاني. المره دي بقى فيولا ما زعلتش وفضلت مبتسمه، ولغايه هنا القصه بتنتهي. هنعرف بقى اذا كانت بسيته ولا لا في الجزء التاني. لو انت لسه بتسمعني لغايه دلوقتي يا ريت تدوس على اللايك، ويا ريت برضه تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.